ايه رأيكم في برطمان المخلل البصل ده؟ تيجوا نشوف عملناه ازاي مع بعض. يلا نعمل مع بعض مخلل البصل. يلا هنغسل البصل كويس اوي. انتي بتغسليه كويس اوي تحت المية، ومعايا على النار مية بتغلي. بتحطي البصل بقشره. بصوا دي كل كمية البصل اللي احنا كانت معانا، يا دوبك هتغلي وتدفع عليه، وبعد ما تدفع عليه هيبرد وهقولك هتعملي فيه ايه. اهو احنا كده حطيناه في ميه يا دوبك سخنه. اول ما سقطنا فيه البصل طفينا عليه النار يبرد وبنقشره. اهي تعملي كل الكميه بالطريقه دي. بصوا كده احنا قشرناه وغسلناه تاني بردك. معانا ملح، معانا حبة البركة وعصفر، معانا هريسة شطة، معانا جزر مبشور. تعالوا بقى نشوف هنخلله ازاي مع بعض. هننزل بالجزر، ننزل بهريسة الشطة، معانا معلقتين كبار عصفر على حبة البركة، وقلبي بقى. بصوا ده شكله. بصوا بقى لو عايزينه مقرقش وما يطرش منك ابدا، هقولك هتحطي له ايه. معلقه سكر، قلبيه كويس، وهاتي برطمان تكوني غسلان ويكون نضيف وعبيه بقى. بعد ما احنا عبيناه، تعالوا بقى نشوف الحياء بتاعه. نفس الطبق اللي كان فيه البصل، لتر ميه. نحط الملح. انا هقولك على حاجه، انت حطي الملح ودوقي حيائك. هو كل لتر ميه بياخد 4 معالق ملح، ولو عايز شويه ملح تاني حطيله. بتعبيه بيقعد من 10 ل15 يوم. تفتحي عليه تاكلي احلى مخلل بصل. ولما افتح عليه برضو هوريهولك شكله. بصوا بقى بنحط على وشه شوية زيت، وده الشكل النهائي للمخلل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم وطريقتي عجبتكم.